تعالوا هنا يا جماعة. كليتنا مرات نمل من الفطور الصباحي وما نعرف نلاقي بديل عن الفطور التقليدي اللي كلنا نمل من عنده. فقررت اليوم أسوي لنفسي وأسوي لكم فطور صباحي سريع وبسيط ومنقذ. فلقيت أفضل حل هي زبدة الدايجستيف السريعة والبسيطة والمنقذة والمشبعة. جبت دايجستيف علبة 400 غرام. خلينا نسويه ونشوف شنو الكمية اللي راح تطلع لنا. راح نكسره بعد ما كسرنا البسكويت راح نحطه بالهاند ميكسر. هنا واصبح بهذا الشكل. نضيف له نصف ملعقة زبد نباتي، نصف كوب حليب، ونرجع نخلطه مع بعض. تبارك الرحمن، شوفوا شلون صارت اروع زبدة دايجستيف. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوها شلون زبدة علوشية صارت. مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة بكل بيت. بالمناسبة بدون أي إضافات تضيفون، لا سكر ولا أي إضافة، عشان يبقى الطعم الدايجستيف فيها طبيعي 100%. ما شاء الله طلعت فعلا بركة. هسه رح نفرغها بالبرطمانات. طلعت عندنا هذا المقدار من زبدة الدايجستيف الصحية والمشبعة، وأكبر منقذ فترة الفطور الصباحي. والطعم فعلا 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 الطعم دمار شامل. رح نحطها على التوست المحمص، ناكلها الصبح مع كوباية الحليب أو النسكافيه بالحليب، مع أي شيء أنتو تريدوه. فطور غير تقليدي. ما شاء الله تبارك الرحمن، الروائح تجنن. طعم فدشي. ولا تنسون يا جماعة اللايك والفولو والشير لهاي الزبدة الخطيرة، زبدة الدايجستيف.